أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بأهم العناوين. البلاد تنتظم حملة نظافة بيئية فاعلة. توسيع مدرسة دار سلام في مدينة كران. دعوة لرعاية الأشجار المغروسة في مايدمنت. كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات عسكرية. الصين وتيمور الشرقية توقعان اتفاقات للتعاون الاقتصادي. وانهيار 60 مبنى جراء الأمطار الغزيرة في كوبا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. انتظمت البلاد في 5 يونيو حملة نظافة بيئية واسعة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد جبرهنس جبرجرجيش فيما يتعلق بالحملة التي انتظمت في الإقليم الأوسط بالتنسيق مع مشروع عدهلو. أوضح أن كافة المديريات أكملت استعداداتها منذ أسبوع، وقد ساهم البرنامج المصحوب بالآليات الثقيلة في هذا المجال تنفيذ أعمال فعالة. وذكر مسؤول فرع الإدارة والأبحاث البيئية في فرع وزارة الأراضي والمياه والبيئة بالإقليم الأوسط السيد مولو برهان جبرهنس تنفيذ أنشطة مختلفة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة على مستوى البلاد منذ 31 من مايو المنصرم، وأن أنشطة النظافة البيئية جزء لا يتجزأ من تلك الفعاليات. وأوضح السيد مولو برهان أن حماية النظافة البيئية مسؤولية كافة المواطنين، مناشدا المجتمع المدني لاتخاذ خطوات فاعلة بهدف القيام بنظافة بيئية مستمرة لحماية النظافة الوطنية والعالمية. وأفاد مراسلا وكالة الأنباء الإريترية بتنفيذ حملات نظافة بيئية في 4 يونيو في مدينة عصب و2 يونيو في مدينة مصوع. كما أوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في مدينة عصب السيد تسفاي جبر سلاسي أن حملة النظافة البيئية المنفذة بمشاركة فاعلة من المواطنين وموظفي المؤسسات يعزز أنشطة النظافة البيئية المنتظمة بالتقسيم على مجموعات منذ أسبوع. وعلم بأن أنشطة النظافة البيئية التي جرت في مدينة مصوع نفذت في مناطق طوالوت وعداقة وكتمية وقرار وكامبو مارتا وحطملو وأمكلو والشواطئ البحرية. هذا وتضمنت فعاليات اليوم العالمي للنظافة البيئية لعام 2022 مسابقات المعلومات العامة وورش عمل نظمت بالتنسيق بين موظفي الحكومة والشركاء من مكاتب الأمم المتحدة المعنيين بما يعزز الوعي العام والمعارف المجتمعية، وكذلك أنشطة التشجير والنظافة. الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للبيئة يحتفى به للمرة 25 على مستوى البلاد والمرة 50 على مستوى العالم. وضع حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى حجر الأساس يوم 3 يونيو لتوسيع مدرسة دار سلام الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة كرن وحل نواقص البنية التحتية. ويشمل برنامج التوسيع مبنى من طابقين بدعم المجتمع يضم 8 فصول دراسية ومعمل ومكتبة ومكاتب للمعلمين. وأشاد مدير المدرسة الأستاذ محمود عثمان مبادرة المجتمع ومساهمة إدارة المدينة ومكتب وزارة التعليم. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن الاستثمار في التعليم يتطلب مشاركة الجميع، داعيا لمساهمة كافة قطاعات المجتمع لسد حوجة البنية التحتية الرياضية وغيرها. وحث حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى المجتمع عامة والجهات المختصة لتعزيز المتابعة للعناية بالمباني التعليمية. وجه قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط دعوة لجميع المؤسسات والاتحادات لاتخاذ مسؤولية رعاية الأشجار المغروسة في مايدمنت من عام 2021 في مساحة 38 هكتارا لنمو 80% منها. وجهت دعوة ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في القسم السيد تسفون مسفن خلال النفير الذي قام به أعضاء وزارة السياحة وخدمات الإصلاحيات يوم 3 يونيو.
وذكر قيام 19 مؤسسة واتحادات وطنية بإعداد 88 ألف حفرة تم غرسها بالأشجار عام 2021. وأكد منسق برنامج النفير على الاستعداد لإنجاح الحملة الخضراء برعاية شتول الأشجار ونموها جيدا. وقام أعضاء هيئة إدارة جمعيات المناضلين بنفير مماثل في 4 يونيو في منطقة ماي دمنت. وأوضح المشرفون على النفير غرسهم أكثر من 4,000 شجرة في العام الماضي، وقد نمى أكثر من 3,000 منها، وأنهم سيعملون بغرس شتول الأشجار في الأراضي التي مهدوها مع بدء موسم الأمطار. كرمت مدرسة حرنة الثانوية بالعاصمة أسمرة 47 طالبا متفوقا، بينهم 18 طالبة من طلاب الدفعة 33 و34 للخدمة الوطنية أحرزوا نقاطا عالية ما بين 3 إلى 4 نقاط في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية بتوزيع الميداليات. كما قدمت جوائز تشجيعية في مراسم التكريم التي جرت في 4 يونيو ل6 معلمين نموذجيين وعاملتي نظافة. بالإضافة إلى ذلك كرمت المدرسة 5 طلاب أحرزوا نقاطا كاملة في الامتحان التجريبي للعام الدراسي 2021 و2022. وقال مدير المدرسة الأستاذ تخلى مريم براخي إن النقاط التي أحرزها الطلاب هي نتاج جهدهم ومتابعة ودعم معلميهم وآبائهم، وهنأ الجميع بالمناسبة. وأشار مسؤول المدارس الثانوية فرع الإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سولومون إلى أن المدارس تعتبر مائدة معرفة وكفاءات، لذا على الطلاب السعي من أجل بلوغ الهدف المنشود وتعزيز الآباء والمعلمين متابعتهم ودعمهم. وأكد الطلاب الحائزون على الجوائز القيمة تعزيز مساعيهم الحسيسة لتحقيق مزيد من النتائج، مستفيدين من الجوائز المقدمة إليهم كبيئة للانطلاق. دعا مسؤول التعليم في مديرية كركبة الأستاذ محمود إدريس الجهات الحكومية الشريكة وإدارات الضواحي وأولياء الأمور والمعلمين للعمل المنسق لتحسين العملية التعليمية ونتائج الطلاب. وقال إنه بالرغم من توسع انتشار المدارس فإن رفع عدد المشاركة وحل النواقص يحتاج إلى الجهد المشترك. وأشار إلى الجهود الفعالة الجارية لجلوس الطلاب في مقاعد التعليم من الذين فاتهم التعليم في السن المحدد. من جانبه دعا مدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس السكان للاستفادة من الفرص التعليمية التي أتاحتها لهم الحكومة، مناديا إدارات الضواحي والأعيان لرفع المشاركة المتدنية في التعليم. هذا وتوجد في مديرية كركبة 29 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة المتوسطة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا أول مناورات عسكرية مشتركة تشمل حاملة طائرات أمريكية منذ أكثر من 4 سنوات، وسط تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن التدريبات التي استمرت 3 أيام أجريت في المياه الدولية قبالة جزيرة أوكيناوا اليابانية، بما في ذلك عمليات الدفاع الجوي ومكافحة السفن والغواصات وعمليات الاعتراض البحري. جاءت التدريبات وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية لأول مرة منذ عام 2017. وقال مسؤولون في سيول إن بيونغ يانغ أجرت عدة تجارب بجهاز تفجير استعدادا لتفجيرها السابع تحت الأرض. وهذه أول مناورات عسكرية مشتركة للحلفاء منذ أن تولى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه في الشهر الماضي، وأول مناورات ثنائية تشمل حاملة طائرات منذ عام 2017. وقع وزير الخارجية الصيني وانغ يي سلسلة اتفاقات للتعاون الاقتصادي في تيمور الشرقية، وذلك في ختام جولة استمرت 10 أيام في دول جنوبي المحيط الهادي.
وتضمنت الاتفاقات التي وقعها وانغ يي ونظيرته في تيمور الشرقية الديكزا ماغنو في ديلي مشاريع تخص الزراعة والتعاون التقني والاقتصاد والشراكة بين وسائل إعلام البلدين، بالإضافة إلى اتفاق ينص على نشر فريق طبي صيني في تيمور الشرقية بحسب جدول أعمال اطلع عليها الصحفيون. وأجت الصين وبابوا غينيا الجديدة محادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة، في الوقت الذي اختتم فيه وزير الخارجية الصيني وانغ يي جولة مهمة في جزر المحيط الهادي. لقي شخصين مصرعهما جراء الأمطار الغزيرة المرتبطة بمرور الإعصار آغاثا الذي ضرب العاصمة الكوبية هافانا ومقاطعات عدة. وذكر معهد الأرصاد الجوية الكوبي أن أمطارا قوية وغزيرة فضلا عن عواصف رعدية أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا مع هطول أمطار متراكمة، موضحا أن الأمطار أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان في البلاد، فيما غادر نحو 2000 شخص منازلهم بحثا عن مأوى. وكان معهد الأرصاد الجوية الكوبية أعلن أن أمطارا غزيرة وعواصف رعدية أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا. من جهتها أعلنت السلطات الكوبية تسجيل 60 حادثة انهيار لمبان في العاصمة هافانا، حيث تم إجلاء حوالي 400 شخص، بينما غادر نحو 2000 شخص آخرين منازلهم بحثا عن مأوى. أعلن مسؤول في الشرطة الهندية أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 20 آخرون في انفجار في مصنع كيميائيات بمنطقة هابور في شمال الهند. وقال المتحدث باسم الشرطة سوريندارا سينغ لوكالة رويترز إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهلانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن نيو دلهي. والحوادث الصناعية متكررة في الهند، وغالبا ما يتم إلقاء اللئامة فيها على أشخاص لا يبالون بتطبيق معايير السلامة، وكذلك لنقص عمليات التفتيش من جانب مسؤولي الحكومة. مشاهدينا الكرام، تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. البلاد تنتظم حملة نظافة بيئية. توسيع مدرسة دار سلام في مدينة كرن. دعوة لرعاية الأشجار المغروسة في مايدمنت. كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات عسكرية. والصين وتيمور الشرقية توقعان اتفاقات للتعاون الاقتصادي. وانهيار 60 مبنى جراء الأمطار الغزيرة في كوبا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.